لسنا جمعية خيرية، وإن كان عمل الخير والإصلاح لمقاصدنا، إننا لسنا شيئا من هذه التشكيلات، ولكننا أيها الناس فكرة وعقيدة ونظام منهاج لا يحدده الوضع ولا يقيده البيت ولا يقف له خافض جغرافي ولا ينتهي بأمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ذلك لأنه نظام رب العالمين ومنهاج رسوله الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعنا فيما سبق إلى مقطع صوتي بثه إعلام العسكر باعتباره صوت الأستاذ حسن البنا، وقمت بإضافة الصورة إليه من باب استكمال الشكل. لكن السؤال، هل هو صوت حسن البنا فعلا؟ والسؤال الأكثر أهمية، أين تسجيلات حسن البنا الصوتية؟ حسن البنا له العديد من التسجيلات الصوتية، فأين ذهبت هذه التسجيلات؟ كيف اندثرت واختفت كلها؟ من المسؤول عن هذا؟ والمفاجأة إن الإخوان كانت لهم إذاعة خاصة بهم في الأربعينيات، وإن تعبير النشرة الإخوانية اللي قالته بثينة كامل يوم 2 من ديسمبر سنة 2012 مدعومة من المخابرات الحربية كان ممكن يبقى حقيقة، مش مجرد تريقة لا تناسب وقار النشرة على الهواء مباشرة في القناة الرئيسية للتلفزيون المصري. بس هي كانت عارفة إنها مسنودة، وهم كانوا عارفين إنهم ولالات الحيلة، لا بإيدهم ولا بالمنجل زي ما المثل المصري بيقول. وما زلنا مع النشرة الإخوانية، حيث نفت جماعة الأخوان المسلمين الأنباء التي ترددت حول اعتزام أعضاء الجماعة محاصرة مقر المحكمة الدستورية العليا غدا ومنع قضاتها من مزاولة أعمالهم، ووصفتها بالأنباء غير الصحيحة. كانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى استغلال الجماعة حشود مليونية الشريعة والشرعية في ميدان نهضة مصر وتمثالها، وتحريك أعضائها إلى المحكمة الدستورية العليا التي ستنظر غدا في قضيتي حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية اللتين صدر إعلان دستوري بتحسينهما. ونرجع لسؤالنا، هل هذا هو صوت حسن البنا؟ صوته ولا مش صوته مسألة فيها نظر. الكلام كلامه، هذا مؤكد، وهو سطور من رسالة للبنا عنوانها الإخوان تحت راية القرآن، ووردت فيها هذه العبارات تحت عنوان داخلي يقول طبيعة فكرتنا. يعني الكلام كلام حسن البنا بيقين، أما الصوت ففي شهود عاصروا الأستاذ البنا بيقولوا إنه مش صوته، على الرغم من الشبه الكبير بين الصوت اللي سمعناه وبين صوت الأستاذ سيف الإسلام نجل حسن البنا رحمة الله عليهما. واللي قال إن ده صوت حسن البنا هو إعلام العسكر، اللي بث التسجيل الصوتي باعتباره صوت البنا في سياق ينتقد مضمون ما قاله بل يشهر به. البنا أو الصوت المنسوب إليه يعرف الإخوان بأنها ليست جمعية خيرية، ولكنها فكرة وعقيدة ونظام ومنهاج لا يحدده موضع ولا يقيده جنس ولا يقف دونه حاجز جغرافي، ولا ينتهي بأمر الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ذلك لأنه نظام رب العالمين ومنهاج رسوله الأمين. وبديهي إن البنا يقصد أن يؤكد أو يزعم ابتداء، وده حسب ثقتك الشخصية في كلامه. إذا كنت تثق فيه فهو هنا يؤكد، وإذا كنت لا تثق فيه وتتهمه فهو هنا يزعم، وهذا من حقك وهذا من حقك، ولا دخل لي فيما إذا كنت تثق فيه أو لا تثق فيه. لكن الكلام سواء كان تأكيدا أو زعما ينصرف
إلى توضيح أن الجماعة التي أسسها تلتزم بمنهج الإسلام، ولا يدعي أنها تحتكر هذا النظام وذلك المنهاج. وهي دي التهمة اللي أطلقها إعلام العسكر تشهيرا بالجماعة. صوروا الأمر كما لو كان ما قاله حسن البنا يساوي أنه يدعي احتكار منهاج الإسلام. وأنا عايز أقول لك على حاجة، الإسلام موجود، اللي عايز يتبناه يتفضل، اللي عايز مثلا يطالب بتطبيق الشريعة باعتبار أنه من لزوم الإيمان بالإسلام تطبيق شريعته. ما هو أنت مش مؤمن بالإسلام كده يعني من باب الفانتازية، من باب الوجاهة، لا، أنت مؤمن بنظرية، بفكرة، برؤية، بدين، بعقيدة، فأنت تلتزم بهذه النظرية أو الرؤية أو الدين أو العقيدة. قلت لك قبل كده مش حد في الدنيا شجع الأهلي وعايزه يتغلب أو عايز الزمالك يكسب. ما فيش حد في الدنيا شجع الزمالك وعايز الأهلي يكسب أو عايز الزمالك يتغلب. يبقى ده مش أهلاوي وده مش زملكاوي، ده مدعي. الحكاية بسيطة خالص، المسألة أبسط مما يتخيل الجميع. اللي ملتزم بالإسلام يتفضل يلتزم به، يعني عليه أن يوافق فعله قوله. وإذا أنت مش ملتزم بالإسلام أنت حر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس لما هتبقى ملتزم بالإسلام هنقول عليك إنك أنت مؤمن بالإسلام، وما تبقى مش ملتزم بالإسلام هنقول عليك إنك أنت كافر بالإسلام. حتى لو أنت مؤمن بدين غيره هنقول إنك أنت مؤمن بهذا الدين الآخر وأنك كافر بالإسلام. زي ما أي حد مؤمن بالإسلام هو بالضرورة مؤمن بالإسلام وكافر بما سواه من الأديان. أي إيمان يصاحبه كفر، وأي كفر يصاحبه إيمان. الإنسان لا يؤمن بالشيء ونقيضه، يبقى ده عبث، ده شكل من أشكال الهرتلة، مش كده؟ إذن المسألة بسيطة خالص. لما يجي واحد يقول إن هو مؤمن وملتزم بمنهاج الله سبحانه وتعالى ومنهاج رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أقول له طب والله ورينا، قول لي هنعمل إيه، هنطبق إيه، هنلتزم بإيه. لما يجي يقول لي إن هو مؤمن بده بس هيجدد تصاريح الملاهي الليلية وهيسيب الربا شغال زي ما هو عايز يشتغل، وهيسيب الكلام الفارغ وكل الهجص والهلس، وهيسيب إسرائيل بتتحكم في حدود مصر، وهيسيب أمريكا الإمبراطورية التي تهيمن على مصر، ومصر مجرد عزبة فيها، هنقول له خسئت وكذبت في كل ما ادعيت. الحقيقة إن لا الإخوان مؤمنين بالإسلام ولا غيرهم مؤمن بالإسلام، ده بمنتهى البساطة، وإلا عرفت فلزم. يعني ما رأينا يقول إن هؤلاء وأولئك لا يؤمنون بالإسلام. ما يجيش حد يقول لي هم الإخوان عداء سنة يتيمة يا راجل، خليك السنة اليتيمة دي اتعمل فيها كل حاجة ضد الإسلام، عكس الإسلام. سنلتزم بالمعاهدات التي بيننا وبين أمريكا، سنلتزم بالمعاهدة التي بيننا وبين إسرائيل. تصاريح الملاهي كانت بتتجدد مرة كل سنة، يعني يبقى الراجل صاحب الملهى ده مشغول بأنه عايز يجدد، جددوها 5 سنين. يعني عملت كل حاجة في عكس اتجاه السير. وقلت لهم ايامها، قلت لهم يا جماعة مش مطلوب منكم انكم تنجزوا لا في سنة ولا في 2 ولا في 10، لكن لو سمحت وريني الترند، شاور لي بالسهم. زي ما اجي الاقي سهم بيقول الاسكندرية 200 كيلو، انا عارف انا مش هوصل الا بعد 200 كيلو، ممكن العربية تعطل في السكة، وممكن كاوتش يضرب، وممكن ما نوصلش النهاردة، وممكن ما نوصلش خالص. بس طول ما انا ماشي كده فانا عندي امل ان انا هوصل لاسكندريه. دي الحاجه الوحيده اللي انا عايزها. انا مش عايزك تاخدني دلوقتي كده زي عفريت من الجن وتوديني اسكندريه، ما ده ما يقدر على القدره الا ربها سبحانه وتعالى. انما وريني يا عم الترند، وريني السهم، قول لي التقدم من هنا، الرخاء من هنا، كفايه الحاجات من هنا، الالتزام بالاخلاق من هنا، القيم اللي مش عارف ايه من إيه. اديني الترندات، لا ده عملها ولا ده عملها. فانا اكذب الطرفين، بل اكذب الاطراف جميعا فيما تدعي، لانها
تدعي باللسان ما يخالفه الفعل. وعايز أقول إن اللي قاله الأستاذ حسن البنا هو ما ينبغي على كل مسلم أن يقوله بمنتهى البساطة، ولا يمكن أن يكون هذا الكلام محل اتهام من حيث هو كلام. محل الاتهام إن أنا أقول له ده أنت قلت وما عملتش، إنما لما يقول كده أمال المسلم يقول إيه؟ يعني زي واحد مثلا داخل على جنازة فبيقول سلام عليكم يا جماعة، الباقية في حياتكم، عظم الله أجركم. أمال يقول لهم إيه؟ يقول لهم تعيشوا وتاخدوا غيرها؟ ما هو لازم يقول كده. فلما يجي واحد يقول له عظم الله أجرنا، أنت عامل بقى إنك أنت قلبك علينا، يبقى الراجل ده قليل الأدب اللي بيرد عليه الرد ده اللي عمله إعلام العسكر مع كلام حسن البنا. تعامل معاه بمنتهى قلة الأدب وبمنتهى عدم الموضوعية. كلام حسن البنا من حيث هو كلام، هو الكلام الذي يجب على كل مسلم أن يقوله ويفعله. الغلط فين بقى على رأي علي فايق زغلول الله يرحمه؟ إن هو قاله ولم يفعله. اللي قال الكلام ده، مش بتكلم عن حسن البنا في شخصه، بتكلم عن الجماعة في مسيرتها وفي الفترة اللي هي اقتربت فيها من السلطة، سواء في أيام السادات أو في الأيام الأولى لعبد الناصر ونجيب أو في الأيام الأولى لحراك 25 يناير الثوري. الغلط أنهم قالوا ولم يفعلوا. أما الكلام في حد ذاته فكلام زي الفل الحقيقة وما يتقالش غيره، ولا بأس بأن يشهر إعلام العسكر بهذا الكلام، لأنه التشهير ده أنت زي أي تصرف في الدنيا، أنت لما تشهر بالكلام ده فأنت اللي هتدفع الثمن. إذا الكلام وحش فعلا وسيء فعلا الناس هتبقى معاك وهتأيدك وهتبقى جنبك. إذا الكلام كان كويس وأنت بتشهر بيه فأنت غلطان وستسقط من أعين الناس وستسقط اعتبارك. وأعتقد أن هذا هو أو هذه هي حال إعلام العسكر، أنه إعلام ساقط الاعتبار. لا بأس بأن يدعي من شاء أن يدعي ما شاء من اتهامات، إذ الاتهام حق متاح لكل مدعي. أما الحق في إصدار الحكم فمرتبط ارتباطا لازما بامتلاك الدليل، ولا قيمة فيه لتشهير يستند إلى الكثرة في العتاد كما يفعل العسكر أو الكثرة في العدد كما يفعل الإخوان. ونعود للسؤال الأكثر أهمية: أين ذهبت تسجيلات حسن البنا الصوتية؟ ومنها 3 تسجيلات قامت بها الإذاعة المصرية في مناسبات مختلفة ويفترض أنها في أرشيفها، ومنها أيضا اسطوانات سجل البنا مختارات من رسائله وخطبه عليها، وكانت تبث عبر الإذاعة اللاسلكية للإخوان المسلمين، وهي إذاعة أهلية غير رسمية. واصلت العمل على الرغم من منع بث الإذاعات الأهلية في مصر التي توقفت عن العمل في 29 من مايو 1934، أي قبيل انطلاق بث الإذاعة الرسمية التي انفردت بالأثير، أو هذا ما أعلن في 31 من مايو سنة 1934. لكن رغم هذا الإعلان واصلت إذاعة الإخوان العمل حتى بعد تمصير الإذاعة وإلغاء التوكيل الممنوح بإدارتها لشركة ماركوني. الإذاعة الرسمية أول ما نشأت سنة 34 كان في توكيل بالإدارة، يعني تديرها شركة ماركوني. لما حصل خلاف في المصالح السياسية بين مصر كحكومة وبين حكومة الاحتلال البريطاني، وبقى في تضارب في المصالح بيعبر عن نفسه في صياغة الأخبار. الحكومة عايزة الأخبار تتكتب بطريقة معينة، وشركة ماركوني باعتبارها الوكيل الذي يدير عايزاها تتكتب بطريقة معينة لمصلحة المحتل البريطاني. فألغي توكيل ماركوني يوم 27 من مارس سنة 1947. لكن رغم كده فضلت إذاعة الإخوان شغالة برضو. هذه الأحداث لم توقف بث إذاعة الإخوان التي لم تتوقف إلا حين أجبرت على أن تسلم أجهزة بثها للحكومة بعد إصدار محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء آنذاك قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين
في 8 ديسمبر سنة 1948، وبالتالي مصادرة ممتلكات الجماعة. كان مقر الإذاعة هو شقة الأستاذ محمد مالك عم حسن مالك في باب اللوق. واضح أن الأستاذ محمد مالك كان يدرك هشاشة الموقف القانوني للإذاعة، كان عارف أن الموضوع يعني ورقه مش سليم، مش مترتب، مش قانوني. لهذا كان يخفي الأجهزة خلف دولاب الملابس، وقد صودر جهاز البث كما صودر عدد من الاسطوانات، من بينها اسطوانات تسجيلات الأستاذ حسن البنا. فأين ذهبت هذه الاسطوانات التي سجلت في محضر المصادرة الرسمي؟ وأين ذهبت تسجيلات حسن البنا في الإذاعة وهي جزء من المال العام ومن التراث الوطني؟ بغض النظر عن موقفك من حسن البنا، لو في النهارده تسجيلات لخط الصعيد اللي هو مجرم ومدان ومحكوم عليه وكل حاجة، رغم كده التسجيلات دي هتبقى ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها. حسن البنا جزء من تاريخ مصر أهم من خط الصعيد بكل تأكيد 100 مرة. من حقك إن رأيك فيه يكون سلبي أو إيجابي، لكن ما تقدرش تتجاوزه. لو تجاوزته يبقى فيه فجوات كتير في التاريخ هي الأحداث المرتبطة بيه، الأحداث اللي هو كان جزء منها واللي لا يمكن فهمه إلا من خلالها، ولا يمكن فهمها إلا من خلاله. ومن هذه الأحداث مثلا اللي سجله السادات في أحد مقالاته، كان يكتب سلسلة مقالات تحت عنوان عرفت هؤلاء في جريدة مايو، وفي أحد هذه المقالات قال إنه قابل الفريق عزيز المصري للمرة الأولى بكلمة سر خدها من حسن البنا. حسن البنا قال له عزيز المصري موجود في المكان ده، هتروح تعمل كذا، وأول ما الراجل اللي هيفتح لك الباب أو اللي هيستقبلك اللي لا أنت تعرفه ولا هو يعرفك ومش عزيز المصري، هتقول له كلمة السر هياخدك يوصلك لعزيز المصري. المكان ده كان عيادة طبيب، كان عزيز المصري موجود فيها سرا، كان موجود في غرفة دخلها السادات عبر غرفة الكشف، يعني دخل غرفة الكشف الأول ومنها إلى مكان اختفاء الفريق عزيز المصري. السادات في الأول دخل العيادة زي أي مريض ودفع قيمة الكشف، والتمرجي خد منه كلمة السر اللي قالها له حسن البنا، وبناء عليه دخله للدكتور، والدكتور قام موصله لعزيز المصري، عارف ان ده مش عيان ولا حاجة، يعني الموضوع مش ان هو جاي عشان يكشف. وبالتالي في حكاية تسجيلات حسن البنا مش انك انت تخفيها او تخبيها لانك واخد موقف من حسن البنا او من الاخوان المسلمين، انت حر، لكنهم جزء من تاريخ هذا الوطن لا ينفك عنه ولا يملك احد ان يصادر. تحبهم، تكرههم، ترفضهم، تحذر منهم، تعاقبهم، تديهم جوائز، كل ده مشروع. انما انك تقصهم او تبترهم ده مش بس مش مشروع، ده مستحيل عمليا كمان. موضوع اكبر من كده، لانه حسب تصريح للسيدة جيهان السادات ممكن يكون السادات اقسم يمين الولاء للاخوان. قالت يمكن، قالت انها مش عارفه وان كان ده يعني لا تعرف ولا تستبعد، قالت يمكن اقسم يمين الولاء يعني بايعهم، باختصار اعطى البيعه. والاخوان كانوا حسب كلام السيده جيهان السادات برضو بيبعتوا معونه شهريه للسيده اقبال ماضي، الزوجه الاولى للسادات والبناتها، هم بنات السادات يعني، اثناء اعتقال انور السادات في قضيه امين عثمان. لما كان هو في السجن، مش عارف هل حكى لحضرتك ولا لا، كان الاخوان المسلمين، المرشد العام للاخوان المسلمين حسن البنا كان بيتردد انه بيبعت معونات شهريه ثابته لمدام اقبال واولاد الرئيس السادات في البيت عشان خاطر يعني يقدروا يعني يعيشوا كده. حصل هذا، حصل وقاله لي انور السادات، قال لي ايوه كانوا يعني واخدين بالهم من اسرته وهو في السجن. هل ده حكى لك من خلاله علاقته ايه بالاخوان المسلمين؟
لا، أنا أعرف أن علاقته بالإخوان كان له علاقة، مش ملهوش، ومش هو لوحده. هو جمال عبد الناصر كان له علاقة، وكمال الدين حسين كان له علاقة، يمكن أكترهم كان أنور السادات بصراحة. لكن كان إخوان يعني؟ لا ما كانش يعني هو أقسم يمين الولاء للإخوان مش عارفة أقسم ولا ما أقسمش، ممكن يكون أقسم، لكن أنا ما أعرفش دي. زي ما احنا شايفين الحكاية فيها تفاصيل كتير، والتفاصيل تفضل ألغاز وأسرار طول ما فيه قطع مفقودة من البازل. ومن القطع دي كل ما تحت يد سلطة الحكم من تسجيلات وصور ووثائق بتتعامل معاها بفاشية تصل لدرجة التدمير والإتلاف العمدي. ودي فاشية تخفي الماضي وتجهل الحاضر وتعمي المستقبل عن رؤية الحقيقة. فاشية نتيجتها زي ما احنا شايفين وطن معوق، وطن بأكمله معوق، وسلطة مدانة طول الوقت وفي كل شيء، ومن ساسها لراسها لا أحد يثق فيها. لأن بمنتهى البساطة لو الوثائق والتسجيلات دي بتدين أصحابها كما تزعم السلطة، فلماذا لا تنشرها على الناس ليدينوا هم للسلطة أعدائها؟ كان الشعب لو الكلام يعني حسن البنا قال كلام يدين ويسيء إليه ويكشف خبيئة نفسه ويفضح كلام جميل. زيعوا يابا، عايز نزيع قول زيع الكلام ده وخلي الناس يقعدوا يسمعوا ويتابعوا، بس من غير ما تقعد انت عارف عامل زي الست اللي هي استغفر الله العظيم دي اللي جابوها لما عمل عبد الفتاح السيسي عمل انقلاب على الإخوان الشاطرين، عملوا انقلاب على بعض، فطلعت ست على التلفزيون كده تقول مشوه عشان يبقى يقعد ساكت سي محمد مرسي بتاع قال الله وقال الرسول. قال الله وقال الرسول ده وحش؟ ده احنا لما بنيجي نمدح راجل نقول ان هو كويس، يا راجل ده راجل بتاع قال الله وقال الرسول، ما بيقولش حاجه من دماغه، يعني ده راجل بتاع ربنا، ده راجل كويس. فهنا الست دي مدحت محمد مرسي جدا بافضل انواع المديح. يعني بالله عليك انا لما اجيب لك عريس لبنتك يقول لك شوف بقى لا سجاره ولا قهوه ولا بتاع، وقال الله وقال الرسول والصلاه الوقت بوقته، هتقول لي ايه ده؟ لايمني يا حبيبي، ده عريس نموذجي. لما اجيب لك واحد يشاركك حتى لو انت مسيحي، حتى لو انت لا تؤمن باي دين، لا بالمسيحيه ولا بغير المسيحيه، ايا كان موقفك من الدين الاسلامي، بس ما اجي اقول لك ده راجل يعرف ربنا، هتقول ايوه النعم هاته. ليه؟ يعرف ربنا في مرجعيه، هنقدر نتوقع تصرفات، ده ان صدق التقدير في انه يعرف ربنا. جايز ده يكون ادعاء او تزوير او تزييف، ده يبقى موضوع تاني. انما لما نقول انه يعرف ربنا فمعنى كده ان احنا عارفين الخريطه بتاعته، معانا كتالوجه، هنقدر نتوقع تصرفاته ايه، ونقدر لما يخرج عن الخط نرجعه تاني، نعرف نردعه بايه، نخوفه بايه، نغريه بايه، نقول له يا راجل عشان بس ربنا كده، يعني يا راجل عشان بس ينوبك ثواب فينا حتى اعمل لنا الشيء الفلاني، يا عم تصدق علينا بكذا، نقولها كده ما بيننا وما بين بعض. فواحد ما احنا قاعدين كسلانين وبتاع نقول له يا عم خد اكسب فينا ثواب قوم اعمل لنا الشاي مثلا، ببساطه كده، ده بيبقى التصرف. فلانه عايز يكسب ثواب بيقوم يعمل الشاي، يعني ليس هناك دافع لانه يقوم يعمل لنا الشاي غير كده. ممكن شله اصحاب تانيين يقولوا كلام تاني ويبقى برضه يمشي معاهم ويبقوا هم عارفين ان دي المفاتيح. لكن عايز اقول لك انه بالنسبه لمن يؤمن ومن لا يؤمن، لما تقول له ان الراجل ده راجل بيعرف ربنا فهذا اغراء مش تحذير، ده تحبيب، ده مدح مش ذم. وبالتالي فانت اما تيجي تطلع التسجيل ده بحسن البنا وتقول ده بيقول ان هو بيلتزم بكلام ربنا وبكلام الرسول، ما انت عايزه يلتزم بكلام مين؟ الله يرحمه الشيخ كشك قال لهم اتريدونني ان اسبح بحمد لينين؟ لما عاتبوه قالوا له انت بتخطب على عمر بن الخطاب، شيخ في جامع بتاع مسلمين وعمر بن الخطاب ده هو الفاروق، فبيقول خطب عنه. قال لهم حلو قوي، مش هنقول خطب عن عمر بن الخطاب، هنقول خطب عن لينين. انا رايي ان انا ممكن اقول خطب عن لينين واوضح فيها هو موقفه ايه، يعني هذا الفعل الذي قام به ده يبقى ايه من الاسلام وده ما يبقاش ايه، مش غلط. لكن القاعده والاصل ان كل فكره
أو كل أصحاب فكرة يستعينون برموز هذه الفكرة من أجل توضيحها ومن أجل نشرها. يعني هنلاقي عند الكتاب الماركسيين دايما في الكلام عن لينين وروزا لوكسمبورغ وإنجلز وماركس إلى آخره. هنلاقي عند المسلمين الكلام عن الخلفاء وعن النبي عليه الصلاة والسلام. هنلاقي عند المسيحيين الكلام عن يسوع المسيح وعن القديسين والرسل مش كده؟ ده الوضع الطبيعي. فما ينفعش انك انت تروح لراجل واعظ في الكنيسه تقول له انت هتقعد بقى تقرفنا بقى وتكلمنا عن القديسين وبتاع بقى القديسين بقى. تبقى قله ادب، مجرد قله ادب لما تقول كده. لما تقول للشيخ كشك انت بتخطب عن عمر بن الخطاب ليه؟ يبقى انت راجل ما تربيتش البعيد. لانه عمال يخطب فعلا الرد منطقي، اتريدونني ان اسبح الحمد لله. فدلوقتي انت طالع تعيب على حسن البنا ان هو بيقول انه بياخد منهجه من ربنا سبحانه وتعالى ومن النبي عليه الصلاه والسلام. بمجرد انه يقول ذلك فانت تعيب عليه. الله، اما انت عايز ياخد منهجه منين يابا؟ عايز ياخد منهجهم بتاع البطاطا؟ عايز يجيبوه من السوبر ماركت؟ ما هو كده اللي بيبقى مسلم بيجيب الاسلام مصادره هي دي الكتاب والسنه، كويس؟ وكل ما عدا ذلك من مصادر الاسلام ما نسميها المصادر البشريه او الاجتهاد هي تدور في اطار القران. وما تنفعش انك انت تجتهد فيما يخالف القران والسنه او فيما يتجاوز القران والسنه او فيما لا اصل له في القران والسنه. يقال لا اجتهاد مع نص، يعني طالما ان هناك نص واضح فخلاص نلتزم بوضوح هذا النص في وضوحه، ولا اجتهاد الا بناء على نص. يبقى في نص فنشوف مجال اعماله، نشوف تفسيراته، يبقى هو مش واضح او مش من المحكم يعني، فنشوف ايه تفسيراته، ايه معانيه، ايه امتداداته، ايه تطبيقاته المحتمله على موقف مستحدث وهكذا. اذا فالنص اساس في كل شيء. فهنا حسن البنا بيقول لك انا ملتزم بالنص، وانت طالع تقول له شفت بقى، شفت ابن 60 في 70 ده بيقول له ما انت عايزه يعمل ايه؟ فانت هنا مدحته. لو انك ترى ان هناك ما يعيبه، التسجيلات تحت ايدك مش تحت ايد انا، الحجه تلزمك انت. لو انك ترى ان هناك ما يعيب حسن البنا في هذه الادله وفي هذه التسجيلات فلو سمحت اتفضل طلعها عشان احنا كلنا ندينه معاك ونبرأك من تهمة الفاشية ونبرأك من تهمة أنك تدعي بالباطل. أما وأنك لم تفعل وأراهنك على أنك لن تفعل، أتحداك أنك لن تفعل. أما أنك لم تفعل ولن تفعل فأنت تدين نفسك. لو عندك دليل اتفضل لو سمحت طلعه. أما قبل ذلك أما والحال على ما نرى الآن فإنك ترتكب الفاشية في أسوأ صورها، والنتيجة وطن معوق وسلطة مدانة من ساسها لرأسها. لأن لو التسجيلات دي فيها ما يدين أصحابها فعليك أن تنشرها حتى تجعل الناس حكما عليهم ليدين لك هؤلاء الناس من ترى أنهم مدانون من خلال موقفك أو من خلال وجهة نظرك. ببساطة لو عندك بصمة للحرامي وسكينة للقاتل اتفضل اعرضها، إنما لما تخبيها وتدمرها يبقى غالبا انت اللي حرامي وانت اللي قاتل، اما لوحدك واما بالشراكة مع غيرك، وفي الحالتين ما تفرقش. وغيرك ده انت اللي دمرت دليل ادانته بنفسك، فمخلينا مش عارفين نحكم عليه، وبالتالي فمن المنطقي انك تشيل الليلة لوحدك. بطلوا فاشية واقصاء ومصادرة وخليكوا بني ادمين ولو مرة في حياتكم قبل ما تموتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.